ونقول يا صباح الفل عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وسعادة وانتوا بتسمعوا الفيديو دوت. يا رب اللهم امين، ويعطينا يا رب الصحة والعافية للناس جميعا، اللهم امين. وارحم موتانا وموتى المسلمين، ويرحم ابن عمي، يا رب ارحمه ويغفر له، اللهم امين. بصوا كده بقى، طبعا الروتين ده انا بعمله دايما للناس القديمة اللي معايا والناس الجديدة، اهلا وسهلا بيكم. طبعا عايزة اشكر شوشو محمد حبيبتي، بجد اهتمت بالرد عليا في المنتدى. كنت كاتبه شويه كده كلام، فردت عليا الله يبارك لها ويديها الصحه حبيبتي. قالت لي ان انا موجوده بقالي شهر او شهرين، فانتي دايما منوراني، وتعليق ده بيفرحني. طبعا والناس الجديده اهلا وسهلا بيكم، والناس اللي موجوده معايا في القناه يا رب يا رب تبقوا دايما معايا، وربنا يا رب يحميكم ويحرسكم، ونفضل مع بعض اصحاب كده لاخر العمر. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، روتين جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تتشجعي كده وتقومي كده وتخلصي اللي وراكي. طبعا الروتين دوت روتين انا بعمله، روتين اسبوعي. يعني ايه اسبوعي يا بيرو؟ يعني بحب اظبط الدنيا عندي، بيبقى دهون زي انتم ما شايفين كده على الشباك، بحب انفض، وبعد كده اجيب الفرشة الخشنة ديت ادعك بيها عشان خاطر ايه؟ يتشال كل الدهون بيها، عشان دي هي خشنة. طب ليه يا بيرو ما بتعمليش بميه وصابون وتكبي بقى وميه والكلام ده؟ لا، السلك عندي يبوظ، فانا على طول بنفضه بالمقشه اللي هي دي الاولانيه اللي اول الفيديو، وبعد كده بعمل بالفرشه يشيل الدهون، وبعد كده بحته قماشه كده اهوت بنفض بقى كل الوبره. تمام. بعد كده بقى الرغوه الشقيه الحلوه كده همسح بيها كده اهوت، قصدي هصبن بيها كده بالليفه واشيل كل الاتربه بقى اللي موجوده. طبعا الروتين دوت بيريحني بقى، يعني شهريا بقى بلاقي بقى البيت عندي او المطبخ عندي نضيف. بعمل حاجة كده هوت، وانا مثلا خلاص مش ورايا حاجة في المطبخ، اقوم عاملة مثلا الشباك، اقوم عاملة الغسالة، هنضفها معاكم برضو تنظيف عميق. وكمان المرة اللي فاتت عملت معاكم البوتاجاز، ده الجزء التاني للفيديو، عشان خاطر ان احنا يعني ايه، داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد علينا الايام بخير يا رب. فانا عاوزه انضف تنظيف اللي هو يبقى دايما الشقه عندي او المطبخ عندي يبقى نظيف. فانا متعوده ان انا يعني مش بستنى رمضان او في العيد، لا ما شاء الله شباكي بيبقى نظيف، غسالتي بتبقى ما شاء الله نظيفه، البوتاجاز، الدواليب. احنا لو مسكنا المطبخ باول اول زي ما قلت لكم في كل فيديو، هيبقى المكان عندك نضيف ايا كان بقى، الريسبشن ما شاء الله، الشباك، الدولاب، الضرفة، بصوا اتلمع ازاي بقى زي الفل. بصوا هنا برضو التراب عشان خاطر الشباك مفتوح، فهنا المكان بقى الاسباتيولا والمصفى والحاجات دي كلها بيبقى فيه اتربة، فانا بحاول امسح بقى والمع الدنيا. بس هنا بقى ايه، بدأت ان انا بقى خلاص الشباك بقى اتغسل، فانا بشيل بقى المصفى وبشيل اي مواعين من تحت كده، وبغسل بقى الرخامة غسلة محترمة، عشان خاطر تبقى ايه معايا خلاص بقى، يعني لو نزل منها من الشباك اتربه يبقى عندي الرخامه زي الفل. بس كده. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك يا قمر، وتشوفي الفيديو لحد الاخر، هتستفادي، يعني مش هتخرجي كده وخلاص رغي وخلاص، لا هتستفادي وهتاخدي باور ونشاط، وفي نفس الوقت هتستفادي. يعني الفرشه اللي قدامك ديت لو انت ما بتعمليش بيها، لا حاولي تعملي بيها، هتشيلي كل بقى التكلسات والحاجات اللي بتبقى مزنوقة كده، هو اريال مزنوق، اي حاجة كده بتبقى وحشة كده على العين، وفي نفس الوقت تسلك الدنيا. تمام تمام. بتحطي ايه يا بيرو بقى في الغسالة عشان خاطر دورة التنظيف ديت، عشان خاطر تخلي الغسيل نضيف كمان؟ بتحطي نص، يعني لو انتي عندك الخل حطي ازازة، لو مش عاوزة تخلصي الخل زي حطي نص ازازة. تمام. هتشوفوا برضو معايا، هفتح لكم برضو الغسالة من تحت كده، بيبقى فيها مكان كده تحت كده بيتفتح، بيبقى مليانة مية،
وطبعا في فكرة برضو معايا. بصوا، اللي هو الفيديو مليان افكار، برضو في فكرة برضو بحط كده هوت طبق فيه كربونات وفحمة. تمام. وبحطها عشان خاطر ريحة الغسالة من جوه ما تبقاش ريحتها كده وحشة. بصوا هنا بفك كده هوت بالعكس كده، والمية بتنزل بقى، دي المية الزيادة اللي بتبقى في الغسالة، فلازم من كل فترة كده هوت تنزليها. همسح بقى لو في اي وبرة في اي حاجة، طبعا عشان ما شاء الله بنضفها على طول. ما فيهاش بقى اللي هي الوبرة ولا الشعر اللي هي ايه فيها. بصوا اهي، كربوناته وحتة فحمة. بس هنا بقى ايه، بغسل الحتة اللي هي اللي قدام بتاعة الغسالة ديت بالفرشة، عشان خاطر بحس ان هي كده فيها اتساخات كده بسيطة. وطبعا الاستانلس، الخل بيلمع الاستانلس وبيخليه، بصي اكنك لسه فاتحة الغسالة كده. طبعا بقى لو عندك غسالة نظيفة من، قصدي لو عندك مش عارفة، مش مركزة ليه سوري يا بنات. لو عندك الغسالة اللي من فوق، فحاولي برضو تنضفيها وتعقميها كده، هتخلي الغسيل يفرق معاكي في نظافته. طبعا الاجهزة طبعا ديت مش عشان بتغسل لنا الهدوم بقى وبتنضف لنا الحاجة احنا ما ننضفهاش، لا، لازم برضو نديها نظافة كده ونظبطها ونروق عليها. بصوا انا بصراحة ما بديهاش الرغوة الحلوة دي غير كل شهر كده، او في الاسبوع بنضفها تنظيفة كده محترمة ما شاء الله، عشان خاطر يعني تبقى معايا وما تتكومش عليا. مش عايزة اي حاجة تتكوم عليا، اذا كان بقى بوتاجاز، اذا كان فرن، اذا كان دواليب فوق التلاجة جوه التلاجة، يبقى عندي الدنيا كده ما شاء الله نضيفة. هنا بقى كان الزرار دوت متضايقة منه ان هو فيه دهون كده، مش عارفة الدهون دي جت من فين. بس بدأت ان انا المع من بره بقى ومن جوه، وهغسل بقى اللي هو زي الفلتر ده. ايوه، الكلمة دي فلتر زي فلتر يا بنات، والدرج بتاع اللي هو الصابون والكرور واللي هو ديتول قصدي الدوني. بس بصراحة الشهر ده انا ما جبتش دوني، فانا عايزة اجيب دوني فريدة، لو حد جربه يقولي في الكومنتات. بيقولوا دوني فريدة ريحته خطيرة، فانا ان شاء الله لازم اجيبه، حتى لو جبت العبوة الصغيرة بس لحد ما ربنا يكرم اجربه. بس كده بغسل الفلتر غسلة محترمة. هنا بقى كان في فتلة، بصوا يعني ماسكة قوي في البتاع، فحاولت ان انا اشيلها اهو. بصوا بغسلها كويس وانشفها. عايزه اقولك في اليوم دوت انا عملت اصلا الفيديو ده على جزئين، جزء امبارح نزلته معاكم اول امبارح، وجزء هنزله ان شاء الله بكره. فبجد تعبت جدا، انا جبت جاز يعني. عايزه اقول لكم ان انا بكافئ نفسي ما شاء الله، بكافئ نفسي باي مشروب، اي حاجه تهون عليا التعب اللي انا كنت تعبته دوت. فقلت لا، لازم اشرب مشروب كده حلو يروق عليا كده مزاجي، وفي نفس الوقت اكافئ نفسي. انا عملت حاجة في البيت، لا اعمل لنفسي حاجة واروق كده دماغي وعقلي من البهدلة والمرمطة اللي بتحصل في المطبخ. بس بجد والله يا بنات بيوفر عليا ان انا بيتي ما شاء الله بيفضل دايما نظيف، وحاجتي تفضل نظيفة. فانت لو ايدك في الحاجة دايما، خلاص حطي في بطنك بطيخة صيفي، ان ما شاء الله يعني مش هيتبهدل ويبقى فيه اتساخات اكتر من اللزوم، هيبقى اتساخات كده على القد بسيطة. بصوا هنا بقى بدوس كده مكان الدرج، واقوم مدخلاه بكل سهولة ما شاء الله اهو. هحط بقى شوية كده خل، والباقي احطه ايه، اهو بقول لكم نص الازازة، والباقي احطه في تحت في الاستانلس. هنا بقى بقفل الغطا. بصوا هو بيتفك عكس ويتقفل بقى ايه عادي اهو، تقفليه كويس. بعد كده بقى تقفلي الباب.
هنا الباب بقى هيتقفل معايا مش حلو. هحاول ان انا بقى افكه بسن كده سكينة او مفك صغير اهو. بصوا فكيته تاني وهحاول ان انا اركبه بقى كويس. الحاجات دي يا بنات بالراحة، لما تفكيها بالراحة وعلى مهلك، محدش جري وراكي، عشان خاطر الحاجات دي بيبقى يعني لو باظت خلاص لا قدر الله ما تعرفيش تصلحيها غير لما يجي بتاع قطع الغيار. فحاولي بالراحة تفك الحاجة. بصوا ما شاء الله كده. برضو هحط خل وبعد كده اشغل بقى الدورة. بس كده هتطلع بقى كل الاتساخات اللي فيها اي حاجة تعقم الدنيا. هقول لكم على الفكرة بقى الأخيرة، وبجد الفكرة ديت تحفة جدا. زي ما قلت لكم فحمة وحبة بيكربونات الصوديوم اللي هي بتاعة الملوخية، كربونات. في الدول التانية بيكربونات الصوديوم، واحنا هنا بنقول عليها كربوناتو في مصر. هنحطها كده بقى ايه بعد ما الغسالة خلاص بقى. بصوا بقت زي الفل. بص الاستانلس ما شاء الله بيلمع وزي الفل. بس هنا بقى في شوية مية، هحاول ان انا امسحهم كده واروق على الغسالة. عايزة اقول لكم بقى انا تعبت في الفيديو دوت، عملت جزئين وعايزة بقى لايكات كتير للفيديوهين وربنا يحسن ما بين ايديكم، وان شاء الله كده تخلصوا وتبقوا بقى ايه زي الفل قاعدين كده مفيش حاجة وراكم بإذن الله. بس هنا بقى خلصت، روقت الرخامة خالص وبدأت ان انا ايه احط الزرعة الحلوة دي. بس هنا هوريكم بقى المطبخ ما شاء الله بعد ما راق بقى زي الفل. والشباك برضو بصوا نضفته بقى وكل الدهون اتشالت وبقى بصوا ما شاء الله. بس هنا بقى اكافئ نفسي زي ما قلت لكم، بشرب بقى حاجة سخنة. كنت بشرب نسكافيه واي حاجة كده يعني تبسطك كده وتفرحك. عايزة اقولك انت هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي بإذن الله. وعايزة كومنتات كتير تقولي لي انتوا خلصتوا ولا وصلتوا لحد فين في تنظيفات رمضان. ومش عايزاكي تعملي بس في تنظيفات رمضان او في العيد، لا عاوزاك ان انتي بيتك يفضل دايما نضيف، وتعملي الروتين اللي هو الاسبوعي زي ما قلتلك والروتين الشهري، عشان خاطر دايما بيتك يبقى نضيف ما تتعبيش. واشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة. باي.